علشان يحطوا تركمادا قانون التجسس، واللي فيها بيتم التفتيش والتجسس على الموريسكيين. فأي حد بيكون لابس لبس نظيف يوم الجمعة أو شخص موجود بيتأمل في السماء بيتم التبليغ عنه فورا. ومن هنا تبدأ أقذر حقبة في التاريخ، محاكم التفتيش. المحاكم اللي كانت معتمدة بشكل أساسي على هندسة القلم، ومع عقبية المحاكم مفيش رحمة، في ابتكار للقلم. ويبتكر تركمادا أقبح آلات التعذيب زي مثلا المخلعة، ودي آلة بتمط الجسم والضحية فيها بتربط من إيده ورجله، والمحقق يلف البكرة وتبدأ المفاصل بتنفصل عن بعضها واحد ورا التاني. وصوت طرقعة العظام هو كان الصوت اللي بيسود المكان. وتاني حاجة كانت التعذيب بالمية، وهنا لما كانوا بيكتشفوا شخص مؤمن متخفي كانوا بيحطوا قماشة في بقه ويصبوا عليها مية لحد ما رئته تبدأ تتملي بالمية لحد ما تنفجر تماما. وتالت حاجة هو حذاء التفتيش، حذاء حديد بيتقفل ببطء بمسامير بتخترق العظم، والمحقق وهو بيكتب الاعتراف كان بيسمع صوت تكسير رجل الضحية. والحقيقة ان الظلم والرعب ده ما طالش المسلمين واليهود بس، ده طال اي شخص مفكر زي جاليليو جاليلي. وده العالم اللي قال ان الارض تدور، وقف قدام المحكمة ومن كتر الخوف عشان يهرب بس من المحرقة اضطر ينكر وينفي علمه ويقول ان الارض ثابتة وينقذ نفسه من مصير محتوم. ولا المفكر برونو واللي رفض يتراجع عن افكاره فكان مصيره الحرق حيا في ميدان عام سنة 1600. ونعرف من هنا ان الاف الاسر اطفال ونساء ورجال انتهت حياتهم لمجرد ان هم احتفظوا بكتاب او مصحف. واللي ياكد سادية تركمادا ان الجرائم دي ما كانتش بتتم في السر، دي كانت بتتم في حفلة عامة مرعبة سماها حفل الايمان، وفيها كان بيمشي الضحايا في الشوارع بملابس مهينة والناس بتقعد تتفرج وتشتم، وفي الساحة الكبيرة بتتولع المحال. وللاسف محاكم التفتيش دي ما خلصتش في يوم وليله، دي فضلت موجوده باشكال مختلفه لحد ما اتلغت نهائيا سنه 1834، يعني من حوالي 200 سنه. وتنتهي محاكم التفتيش ككيان وفكره، وباسم الحق المطلق وباسم الدين تم تدمير الانسانيه.